عشان ما نختنق فيها يعني. مرحبا جايز، كيفكم؟ اليوم معنا وصفة جديدة وهالمرة أنا لحالي رح أعملها. أول شي رح نحكي المكونات. خبز التورتيلا، التوث بيكس اللي رح نستخدمهم بتثبيت، سوسج، الموتزاريلا، بيض ني، وبصل وبندورة، دونس، جبنة. رح بلش أنا بتقطيع البصل. طبعا أنا بكل أكلة لازم أحط بصل، مستحيل البصل الأخضر خصيصا لأنه هو اللي بيعطي طعمة طيبة. لازم نقطع، تعلموا التقطيع مني يعني. هدول هن بالصحن. البصل أهم شي بكل طبخة طبعا، أكيد مع الملح والفلفل. ها هي. هلأ رح نجيب من السوسج. أول شي رح نجيب 3، 1 2 3 يعملوا لنا مثل شكل مثلث. بنجيبهم من هون، بعدين نطويهم، نحاول ما يتكسروا. بعدين بنجيب وحدة من التوث بيكس ومنثبتها هيك بهذا الشكل. رح ميله شوي لانه كتير بعدين رح نثبت هاي هيك بهالشكل. وهلأ بنروح على جنبها. اوكي، هلأ هاي الثالثة دخلناها لجوا هيك. رح نجيب نكاشة اسنان نحطها هون، وبعدين رح نثبت الأطراف هاي الناحية مثل ما لكم شايفين هيك. وهيك طبعا المساحة اللي هون. رح نحط شو رح نحط من جوا يا ترى؟ رح نحط من جوا أول شي بيضة. هاي بيضة. هلأ بحط الثانية. هدول هنين. وهلأ بدنا نحط طبعا ملح. طبعا مشان البكتيريا اللي على البيض انا بدلت الجلافز، لانه ما بصير نستخدم الجلافز على كل ادوات المطبخ لانه البيض بينقل سالمونيلا. فهلا طبعا رح احط شويه ملح على البيض. اوكي، رح احط شويه فلفل. اوكي، بعدين رح احط عليهم انا اكيد بصل من تحت. بعدين رح احط بندورة. وحاولوا طبعا ما تجيبوا المي اللي على البندورة، يعني جيبوا البندورة بدون مي مشان ما تش. هيك بدنا نجيبها. طبعا رح نحط هلا بقدونس على الوجه هيك يعطي فليفر كتير 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 طيب. بعدين رح نحط من الموتزاريلا. ها هي طبعا شوي مكتلة، ونحنا بدنا اياها مو بس تذوب، بدنا اياها نحنا بدنا اياها تطلع مثل مشوية وطبقة بنية من فوق. فبالاخير رح يعني تذوب، ما رح يكون كتير فارق الشكل لانه كله رح يذوب ورح تطلع طبقة بنية حلوة. طبعا هيك الموزاريلا من هون. اوكي، وانا حبيت اضيف لمسة، حط من هاي الجبنة المبروشة بهاي الطريقة. هاي اول وحدة طبعا. وبدي اضيف كمان من السوسج على الوجه دوائر. هاي لمستي، انا حابة اعمل وصفة على كيفي، حبيت احط هيك شرائح سوسجات صغيرة كيوت هيك على الوجه نحطها مثل ما لكم شايفين بهاي الطريقة مشان تطلع مثل البيتزا الأصلية. وهلأ شو بنعمل؟ بنشيل طبعا وبنحمل. لاحظ تقطيع لوين نحمله فورا على الصينية منشان بهاي الطريقة. ومدخله لوين؟ على الفرن. هلا رح شغل الفرن ودخله عليها. طبعا فوتها على الفرن، فتحت الفرن من فوق ومن تحت. وطبعا لازم انا رح احطها تقريبا 10 دقايق عبال ما يصير البيض
والسوسج، بس انتوا لازم تضلوا تراقبوها، لانه ممكن بعض الافران تكون قوية اكثر من الثانية او اضعف من الثانية، فممكن تستغرق وقت اطول او اقل، ممكن ما يصير البيض او ممكن تحترق كلها، فمشان هيك لازم تضلكم مراقبينها. شوفوا لي هالمنظر ما احلاه، جالسين عم بيصيروا. طبعا ها نحنا عم نعملها. هيك باين شكلهم. اوكي رح نحط كمان مثل ما عملنا المرة الماضية، رح نحط جبنة براين. انا عملت تنتين تانيات غير اللي بالفرن. يلا رح دخل هلا التنتين. وهيك رح يطلع عنا أطيب وجبة للعائلة كلها. وهيك رح يطلع عنا أطيب وجبة للعائلة كلها. ديروا بالكم على فكرة، ترى البيض اللي بيحبه صاير بده يصبر عليه بالفرن ويضلوا ينقلوا مشان ما يحترق. نحن من أول مرة ما صار تبع البيض، وضلينا نراقبه بالفرن ونحطه لحتى صار تماما واستوى. وطبعا هاي النتيجة، هاي وحدة منهم، وهلأ رح ندوقها ونفتحها. بسم الله. طبعا بالأول رح نشيل الأعواد الخشبية منها مشان ما نختنق فيها يعني. ديروا بالكم طبعا تنسوا الأعواد. بلش نشيل على الأطراف عشان ما ننساها بهالشكل. هون ما كان في وحدة. اوكي طبعا هاي بسم الله، طبعا كتير ساخنة، هلا رح ندوقها. بسم الله. واو، اوه ماي جاد، شوفوا شوفوا بس الجمال، ما شاء الله. سو هلا رح ندوقها. اوكي سو هلا رح ندوقها. بسم الله. ها هي من جوا هيك شكلها. طبعا النار عم تغلي بس بتجنن، بتشهي، روعة خرافية. البصل طالع مقرمش جوات على فكرة. طبعا كتير سخنة ما قدرت هلا اخذ. عن جد بنصحكم فيها، كتير بتجنن. طبعا هاي وصفة اللي انا عملتها، وبتمنى كلكم تجربوها وتعملوها، لانها عن جد بيرفكتو، وتعملوها للعائلة، وكتير كتير بتجنن وبتشهي. ولا تنسوا تعملوا لايك وفولو للقناة ليستلكم كل جديد، كل وصفات وكل المغامرات العائلية بنعملها. كانت معكم ماسا من عائلة معا. يلا باي.